نادي النوبة العام في القاهرة لإيضاح بعض الجوانب التي غفلنا عنها، سواء كانت فيما يتعلق بقضايا وشؤون النوبة أو بالجوانب التنموية التي يسعى إليها مجتمع النوبة، أو حتى في الأمور الخاصة التي يحاول بعض الناس بدون أن نسميهم أن يشوشوا على ما يقدم للمجتمع النوبي من خدمات من ابن وأخ فاضل من أبنائكم من إخوانكم، وهو الأستاذ مسعد يركي. يسعدنا أن نقدمه ليقدم لنا التنوير المطلوب حتى نكون على دراية بما يحدث في مجتمعنا من أحداث وتوابع أحداث. فليتفضل الأستاذ مسعد يركي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا أنا كنت متوقع إن الحاج عادل هيقعد ويكمل معانا، فربنا يخليه لينا ويديله الصحة والعافية. آمين يا رب. والفضل لنا جميعا. العمدة طبعا وعم أحمد رئيس جمعية بوسطل وإحنا كلنا في أسئلة جوانا كتيرة جدا عايزين نعرفها، وأي حد عايز يعرف أي سؤال أهلا وسهلا بيه. هنعرض دلوقتي باختصار شديد إيه اللي إحنا عملناه، عشان كتير مننا بيتسأل إيه اللي حصل وإيه اللي بيحصل، عشان نبقى في الصورة، وبرضه عشان عمدتنا إن شاء الله يبقى برضه يبلغ في القرية إحنا بنعمل إيه. أخويا عنتر برضه جاي، عشان عم علي قال لي عنتر جاي عشان جمعية الإمداد برضه عايزة تعرف إيه الأحداث اللي بتحصل. عايزة تجيب إيه؟ أول حاجة وزارة الإسكان. أنا هجيب لكم من الآخر على فكرة عشان مش عايز أطول عليكم. دي قاعدة مع وزارة الإسكان. إحنا بنتكلم لما بنقعد نتكلم مع مسؤولين على طول دايركت وبنشتغل. وما كنتش الأول بحب أوري للناس اللي بيحصل، لكن المجتمع بتاعنا لازم أوري عشان الأمور واضحة قدامه. هتسمعوا دلوقتي حديث من وزارة الإسكان مباشرة، واحنا موجودين معاهم، وكان معايا 2 من مصر النوبه في مجلس محلي القروي. كانوا جايين بيسالوني يا استاذ مسعد عايزين نعرف النادي النوبي العام بيعمل ايه. فرحت قلت لهم طيب اتفضلوا معايا، انا عندي ميعاد دلوقتي، بعد ما تقعدوا معايا وتسمعوا احنا بنعمل ايه ان شاء الله هنبقى نقعد مع بعض. وجم معايا بالصدفه. طبعا ركزوا في الكلام عشان دي حقائق مش احنا اللي بنقولها بقى، دي وزاره الزراعه، ده وكيل اول وزاره الاسكان ووكيل اول وزاره الاسكان. والله انا قلت يعني انا مبسوط بالقعده دي، انا حسيت زمانكم معانا. انا عايز الارض اللي تصلح للبناء. الموضوع المهم ان احنا بنلاقي عقبات صدق ان احنا فاهمين. عقبات دي هي موجوده في حسك والناس اللي معاك بتتغلبوا عليها. الحاجه اللي احنا ما نقدرش اللي في ايدينا احنا يعني. هو بيجينا بقى، احنا بيجينا عكس اللي احنا بنفكر فيه. انا بفكر الصح، يعني بفكر مصلحه الناس دي ايه، ويجينا عكس لا اعملوا كذا، لا الناس عايزه كذا. فهي دي يا اما المجالس اعضاء دول بيدوا انطباع مع المحافظ تمام يا فندم، تمام يا فندم، اي حاجه تتقال بغض النظر عن مصلحه الناس، يا اما الناس مش فاهمه فهو كده عنها ناس بيشتغلوا. بقول الصوت يا اخوانا. صوت واطي. انا سمعت من الاهالي وسمعت من الناس عكس مكتب، يعني انا سمعت من الاهالي بيدوا للقرايب والمعارف لو ليها حد شغال في المديريه زي كده مالهاش. الاهالي قالوا لي الاستشاريه اللي بتشتغل وبتحتك مع الناس هي استاذه في الجامعه، هي ما بتشتغلش لوحدها، هي استاذه في الجامعه ومعانا الناس برضه باحتكاكها بالاهالي كانت نقله صوره يعني واضحه. وهي برضه انه نقلت لي صوره ان الناس عايزه
ازاي المجالس الشعبيه الاعضاء دول لما بييجوا يدوا صوره مختلفه؟ يعني الله انت بتقولي الاهالي عايزه كذا، وكان الاهالي مرحبه بالتغيير. انا كنت ناوي اعمل بيت تاني خالص مختلف تماما. انا بديك مثال مربع غرف الوسطى الماديه دول، انا عايزه اعمل حاجه مربعه ويبقى الساحه في النص وانا مستفيده، والمساحه مش لازم اعمل المساحه 170 متر، انا ممكن اعملها 120 واعملها احلى كتير من ده، لان انا لاحظت الناس بتحب الفلتر. انا بقول لك اهو لا المحافظه انت عارف الفكره بيقول لي يعني لو هي في ناس خدت النماذج الجديده دي وهي كانت احلى او افضل او حاجه، ان الناس اللي موجوده هتقول اشمعنى منصور، ان في ناس خدت بقى نموذج مختلفه ونموذج احلى، مع ان انا كنت هعمله يوفر على الدوله شويه وفي نفس الوقت هل في الرسم ده موجود؟ لا احنا اللي موجود خلاص بس عدلنا فيه يعني انت كنت طالما قال في حته كده في نهايه الغرف ملهاش لازمه وبص الاقي المطبخ في حته والحمام في حته، كل العمليات احنا سبناهم المخزن وسبنا الساحه فاضيه زي ما هم عايزين، بس الان المطبخ ده في الحمام ده كل هو مع شرح الوزير وعلى الوزير ان هو عارف ان الله عارف الوحيد برضه بيردوا يقول لك لا عايزين جرام من الاهالي، ويقول لك ان السكرتير عامل محافظه جنوبي اصلا وهو عارف اهاليه عايزه ايه يعني احنا كده وان شاء الله بقول لك انا اصلا في مصلحه مصر ان شاء انا ليه بوريكم الصوت والصوره عشان تبقوا عارفين، اكيد استشفتهم كده. طبعا احنا الناس دول ما يعرفوش حاجه ولا يعرفوا مسعد، دول يعرفوا المجلس المحلي المحافظه ومجلس محلي المدينه وبيتكلموا عليهم. اظن الصوره وضحت لكم، هم اللي بيتكلموا مش احنا، هم اللي بيتكلموا. ومتهيألي ممكن اعيد لكم حته ثانيه لو انتوا ما سمعتوهاش. عيدها تاني الحته بتاعت الاولانيه، عيدها تاني واسمعوها كويس. نسمع عند الحكم دول كتير انا حسيت ان انتوا معانا اللي في ايدينا احنا هو بيجينا بقى، احنا بيجينا عكس اللي انت بتفكر فيه، انا بتفكر الصح بتفكر مصلحه الناس ايه، بيجينا عكس لا اعملوا كذا، لا الناس عايزه كذا. فهي دي يا اما المجالس اعضاء دول بيدوا انطباع مع المحافظ تمام يا فندم تمام يا فندم اي حاجه تتقال بغض النظر عن مصلحه الناس، يا اما الناس مش فاهمه فعلا موكله عنها ناس بيشتغلوا. دكتور الكلام واضح على فكره، مش محتاج كلام. عشان اللي بيحصل على فكره في البلد غير اللي احنا بنسمعه واللي احنا بنتكلم فيه. للاسف احنا شغالين في اتجاه والناس هناك شغاله في اتجاه تاني خالص. والدليل على كده بعض الخطوات جت الايام اللي فاتت دي بتبوظ كل الشغل والمجهود اللي احنا عملناه. ايه بقى اللي احنا عملناه؟ هات يا ابني وزير التنميه الاداريه. احمد درويش وزير التنميه الاداريه.